السلام عليكم ورحمة الله. نشارك معكم في هذا الفيديو الزميتة السلوية من أصح الوصفات الرمضانية بمقادير صغيرة بالنسبة للناس اللي عايشين في الغربة وبقاو كمية صغيرة. بسم الله نبداو. نحتاجو ربع كيلو ديال الدقيق الشعير، ربع كيلو ديال الدقيق الحمص كنخلوهم كنحمصوهم، ربع كيلو ديال دقيق الذرة. بالنسبة للحبوب كنحتاجو ربع كيلو ديال إيلان، 100 غرام ديال حبوب الصويا، 100 غرام درع الكتان، 100 غرام الزرعة الخضراء وزرعة نوار الشمس، 100 غرام ديال الفول، 100 غرام ديال النبق. عندنا الفليو والزعتر والنافع والكرويه والقرفه وشويه د عرق السوس وشويه د النعناع مجفف. هادشي كلشي تنحمصوه. بعد ما حمصنا الجميع كنزيد معاهم حبيبات ديال المسكه وقبيصه ديال الملحه. كنطحنوا الجميع، انا كنطحنهم في الطحانه هذه. ملي كطحنتهم تنغربلهم وكنزيد عليهم 200 غرام ديال السمسم مغسول ومحمص. ما شاء الله راعي. هذه الكميه كتعطي خير الله ديال الزميته. بطريقه الاحتفاظ كنحتفظوا بالزميته بودر، انا كنحتفظوا بهذه الطريقه. وملي تنبغيو كنخلطوا، انا كنزيد معاها العسل الطبيعي والزبده الطبيعيه. وهذه هي الزميته السلوية رائعة في المذاق، ما نقول لكمش على الريحة وعلى المذاق. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. مع السلامة.